السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملكاوي هي قصة عشق ووطن وانتماء. الزمالك بطلا لكأس مصر للمرة 29 في تاريخه على حساب بيراميدز، بطل أبطال أفريقيا وبطل قارة أفريقيا بعد صيام وعجاف بطولات محلية للأبيض الزملكاوي. استمر لمدة 3 سنين يتوج بكأس مصر ويأخذ اللقطة ويخش التاريخ شيكابالا قائد نادي الزمالك بعد معاناة. لو وصلك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد اول باول. كان معكم ادهم شاهين في برنامج ادهم في الملاعب، فيلا بينا نبدأ. الزمالك بطلا لكأس مصر للمرة 29 في تاريخه. الزمالك بطل كأس مصر على حساب نادي بيراميدز بطل أبطال أفريقيا. الزمالك كان بيلعب من غير لعيبة. كلنا عارفين الأزمة اللي ما استمر فيها نادي الزمالك، وإن ده موسم مش أحسن حال، والسنة التالتة على التوالي يخش الكونفدرالية، وبيراميدز خد أفريقيا والأهلي خد الدوري، والزمالك يقول للجميع لا، نحن هنا. التاريخ والإرث موجود، والتاريخ يقول كلمته ويقول احنا الزمالك الكبرياء. الزمالك انتفض في المباراة بناصر منسي بنفس سيناريو السوبر الافريقي امام النادي الاهلي. الزمالك يا سادة بيثبت للجميع ان باقل الامكانيات وباداره متخبطه ومذبذبه ومفيش لعيبه وازمه قيد وديون واسوار النادي بتتباع وكل حاجه تشوفها في نادي الزمالك تقول ان النادي ده بطل فعلا. مهما قلنا ومهما جماهيره زعلانه ان المستوى مش موجود وان الناس بتقول بيراميدز حل مكان الزمالك، لا يمكن احد يحل مكان نادي الزمالك. نادي الزمالك حكاية 100 وشوية. نادي الزمالك تاريخ، انت بتتكلم في تاريخ يا جماعة. نادي الزمالك اللي عمره عدى القرن، نادي الزمالك البطولات، نادي الزمالك الارث، ده كله بيبان في الماتشات اللي زي دي اللي من غير لعيبة، بس لعيبة رجالة في الملعب، من غير لعيبة قوية فنيا وتكتيكيا ومثلثات وانتوهات، بس رجالة في الملعب، لعيبة من الاخر كده بتلعب على شرفها، نازلين احنا هناخد البطولة دي وهنفرح جماهيرنا وهنعمل اقصى ما عندنا حتى لو احنا امكانياتنا الفنية مش قد المنافس اللي هو بطل قارة افريقيا نادي بيراميدز. هو ده نادي الزمالك، هو ده حبنا في نادي الزمالك وكل مشجع زملكاوي. عارف انت اللي لما تكون مثلا انت من مدينة او من محافظة او من منطقة او من حي او من ايا كان ايه هو، ومثلا انتوا كلكم متخانقين مع بعض مع انكم من حتة واحدة وفي مشاكل ومصانع الحداد ما بينكم، بس لو دخل غريب كلكم بتقفوا حوالين بعض وتقفوا جنب بعض. هو ده نادي الزمالك اللي شفناه النهاردة يا سادة. نادي الزمالك العيد، والعيد أصبح زملكاوي، والزمالك هو العيدية في العيد الكبير. نادي الزمالك ضحى بنادي بيراميدز وخلص عليه بعد معاناة ومباراة ملحمية بطلها ناصر منسي، وبطل أولها وبطل أول القصة ناصر منسي، وبطل آخرها وشيكابالا في الخواتيم. نبدأ بالفنيات والتشكيلات وما قبل المباراة والأحداث. إن نادي بيراميدز خد مكان نادي الزمالك، وإن خلاص نادي الزمالك بيضيع، نادي الزمالك مش في أحسن حالاته، وكل أنا ذات نفسي فاقد الأمل قبل الماتش يبدأ. كل اللي هيشوف على الورق فنيا تكتيكيا لعيبة سكواد كل حاجة، لا، نادي الزمالك هيخش يشيل وهيتعبى وخلاص بيراميدز هيعلم علينا. لكن بصراحة الشوط الأول كله بيقول كده، جابوا الجون الأول قطة وضاغطين ونادي بيراميدز ضاغط. الشوط الثاني تحولوا لعيبة الزمالك إلى طوفان في قلب الملعب، بيجروا بياكلوا النجيلة،
احنا مش قدكم فنيا، بس احنا نادي الزمالك، وده التيشيرت الابيض، وده التاريخ، والجمهور اللي جاي لنا ده، واللي كله واقف بيساندنا، فاحنا مش هنخذل الناس دي. نادي الزمالك اللي دايما بياخد البطولات بمعاناة بسبب الأزمات اللي هو فيها على مر التاريخ. ارجعوا للتاريخ من سنة 84 من ساعة ما النادي ده اتعمل. بطولاته بتبقى فيها حب، بطولاته بتبقى بالمعاناة بأقل إمكانيات. انت بتبقى والله لو خسرت كتر خيركم، هنعمل ايه؟ لما بتكسب بتفاجئونا. انت لما بتبتدي بلعيبة صبحي في حراسة المرمى ماشي مش هنتكلم، الونش حسام عبد المجيد احسن مدافع في مصر من وجهة نظري على الاطلاق، وحسام عبد المجيد. عمر جابر فتوح هنقول خط الظهر الى حد ما كويس يعني، ممتاز مش كويس. شحاتة لعيب ولا اروع. تيجي بقى عند دونجا انا مش هتكلم والله، لا تعليق. عبد الله السعيد ما كانش في احلى مستوى خالص، ما اعرفش دماغه في ايه، دماغه مش موجوده اصلا. مصطفى شلبي اللي هيجلطني، مصطفى شلبي يالا يا اتجلطتنا لو جبت لي جلطه يالا. مصطفى شلبي ده يا جماعه هو السبب اللي هيودينا المستشفى العام. مصطفى شلبي ده اللي هيودي جماهير الزمالك المستشفى العام، هيجلطنا قسما بالله. جاب لي جلطه يا مصطفى شلبي، عملت كل الصعب وتهويش ورقصت ما سهله اهي، بصيها في الجون وهتخش جون وخلص الكلام، ولا في ضربه الجزاء. يا اخي شوف احنا كسبنا اهو. والله انا فرحان ان ما كانتش اللقطه ليك انت. اول ما لقيتك داخل مصطفى شلبي انا عارف ان هي ضايعه يالا. مصطفى شلبي يالا. انا ما اعرفش ليه مصطفى شلبي يا جماعه كل حاجه عنده حلوه بس قراراته كلها غلط، الفينش كله غلط يا جماعه. سيف فاروق جعفر انت لعيب خط نص بتلعبه وينج، ما عندناش وينج، ما عندناش اجنحه. سيف الجزيري بطل كوره من سنتين. ناصر منسي اللعيب الاندر ريتد، اللي هو الاندر ريتد بمعنى الكلمه، اللي مش واخد حقه، اللي بيجي في المواعيد الكبرى. ناصر منسي ده تشوفه تحس ان هو مش مهاجم، مش لعيب كوره، بس ناصر منسي ده كان هداف الدوري، ولو الزمالك في احسن حالاته بيشارك اساسي في كل ماتش كان خد هداف الدوري. ناصر منسي فارق جونين عن امام عاشور، وكان بينزل احتياطي ما بيلعبش. ناصر منسي دايما هتلاقيه في المواعيد الكبرى. الراجل ده بقى ايكونيك، والله بقى ايكونيك بالنسبه لجماهير الزمالك. على الصعيد الاخر نادي بيراميدز بصراحه انا مستغربه جدا جدا جدا. هل ده غرور؟ هل بطوله افريقيا خلاص مش عايزين يعني بتلعبوا بقى بغرور بقى والتناكة؟ انا اللي انا شفته في نادي بيراميدز انت مفيش حاجه مأثره عليك يعني، كله موجود ما عدا فيستون ايلي هو اللي سافر مع منتخبه، انما انت كل الناس موجوده معاك. ايه يعني انا ما اعرفش. نادي بيراميدز كان في حاله غريبه الشوط الثاني بالاخص. هل ده بسبب رجوله وضغط لعيبه نادي الزمالك اللي اصر انه يفرح جماهيره يوم وقفه عرفات، يوم وقفه عيد الاضحى، اصر يضحي ببيراميدز ويجعل العيد ابيض زملكاوي في السماء. نادي الزمالك يا جماعه عايز له حلقه كامله، زي ما هتكلم عن اللي حصل في الدوري المصري وعن تتويج الاهلي، وقلت لكم ده قبل كده. قريب اول حلقه بتجهز وهتنزل عن موضوع اللوائح والدوري المصري والقرف اللي الواحد بيشوفه. من الاخر كده الكوره المصريه يا جماعه الواحد تعب منها قسما بالله. احنا تعبنا من الكره المصريه. نفسي اتفرج على دوري زي الناس، بس خلينا بس عشان ده فيه ليه حلقه، ونادي الزمالك ليه حلقه برضه، ونادي بيراميدز ليه حلقه. كل نادي من الاهلي وبيراميدز والزمالك ليه حلقه مخصصه. هنتكلم على مجلس الادارات وعلى اللعيبه وعلى الصفقات وعلى المشاكل وعلى الازمات وعلى الايجابيات وعلى السلبيات وعلى الدوري المصري واللوائح وكل هذا. ولكن انا بس اخر كلمه عايز اقولها ان الماتش النهارده فنيا باقل لعيبه مستوى، انت نادي الزمالك قدرت تنافس لاخر ثانيه حتى في ركلات الجزاء قدام بطل قاره افريقيا هو نادي بيراميدز. البعبع
بتاع أندية أفريقيا والدوري المصري. نادي الزمالك يستحق إشادة كبيرة 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 جدا. الكأس مصر زملكاوي، والعيد أصبح زملكاوي. هارد لك لبيراميدز، وألف ألف مليون مبروك لجماهير الزمالك اللي بيتلموا كلهم، وهي دي الفرحة اللي بيحسوا بيها. وكانت اللقطة تكريما لشيكابالا في الآخر. الواحد فرحان ان شيكابالا خد اللقطة هو في الاخر والقائد وزئب، وكان زعلان، والدموع والحاجات دي كلها حاجات انسانية جميلة. كانت ليلة وحدث بالنسبة لي انا تاريخي. مفيش مدرب، مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة، وبتكسب بطولات. يا جماعة حط اي نادي تاني، والله ما بهزر، حط اي نادي بدون ذكر اسماء مكان وضع نادي الزمالك وشوف هيبقى ازاي. على سبيل المثال نادي الاسماعيلي. بس خلصت يا معلم. ختاما كان معكم ادهم شاهين. عيد اضحى مبارك على الامة